النقطة اللي بعد كده المهمة إن هم زودوا تشخيص جديد اسمه صعوبة الشخصية، ده غير اضطراب الشخصية. إن شخص عنده صفات صعب التعامل معاه لكن مش عاملة له مشاكل وعاملة اللي حواليه مشاكل قليلة. وهو ده مع إنه اتحط كتشخيص، بس اتحط كتشخيص ممكن نقابله في حياتنا لكن مش محتاج علاج. والتشخيص ده طالع مخصوص عشان الناس اللي بتتهم بعض الناس باضطراب الشخصية مجرد ان العلاقة بينهم وبين بعض غير ناجحة او مؤذية. فصعوبة الشخصية بتتكلم عن الناس اللي شخصيتهم صعب التعامل معاها، المؤذيين، وبيقولوا دي ناس مش عيانة، مش محتاجة علاج، لكنهم موجودين في حياتنا. وتاني عشان ما نشخصش كل الناس باضطراب الشخصية. التعديلات الجديدة او نقدر نقول الثورة الكبيرة اللي حصلت في تشخيص اضطراب الشخصية ده فتحت لينا آفاق جديدة جدا ومهمة جدا في تشخيص وعلاج اضطراب الشخصية. أهم شيء هي إنها بقت تبص للإنسان كإنسان عنده سمات، مش بتحطه في حتة معينة، تقسيمة معينة، ما بتقسمش الناس لفئات.